ده كله طبعا احنا موطين العين. هنا حسيتها الصوص نشف شويه، هنرجع نحط كوبايه ميه كمان. احتاجت مني بالظبط حرفيا كده، احتاجت مني بالظبط كوبايه ونص من الميه. لو تلاحظوا انا ما بحطش كميه الميه مره واحده، لا كل شويه بفتح وبقلب وبحط ميه كل ما تلاقيها محتاجه. هنا بقى انا عليت النار شويه علشان احط الطماطم، وفي الاخر خالص بحط الكبده. بعد ما بلاقي كل حاجه كده بقت خلاص، بقت جوسي ودابت وكل المنكهات دخلت في بعض، اخر خطوه بعملها وانا معليه النار بحط الكبده، ومفيش بس 5 دقايق كده وبطفي عليها على طول. هنا بقى احنا حاطين الكبده والنار عاليه جدا. هنحط شويه فلفل اسود على الكبده، وهتحط برضو شويه ملح عشان تظبطي الملح، وهتحطي شويه بهارات فراخ. وهنا في الاخر انا حطيت شويه بهارات مرقه من ويلز. شايفين انا محتاجتش احط ميه تاني، كده كل المنكهات دخلت في بعض ونزلت الصوص بتاعها. هنا بقى النتيجه النهائيه، طعمها وريحتها فظيعه، انتوا مش متخيلين ريحتها عامله ازاي. شوف